لازم نحكيه شوية. رأيتم منذ أيام في شبكة فيس باباه وفيس أمه صورة لغراب يمزق العلم الإسرائيلي. العملية هذه وقعت هنا في الجزائر في سنة 1961 باللارج يا طويل القايمة. كان في العش نتاعو في ثكنة عسكرية، يشوف هذاك الإعلام بالبلون روج، ينزل عليه يقطعوه ويديه للعش نتاعو ويلطخوا. الجنود تحينوه وأطلقوا عليه الرصاص فكسروا رجله فسقط. بقى يحوس في الثكنة. وأخبرني أحد المعاونين مع الجيش الفرنسي في ذلك الوقت بعد توقيف القتال، وكان في الحقيقة مناضلا للثورة مدسوس في صفوف الرصاص، قال لي: يا فلان، والله أنا شاهد بأنهم عقدوا مجلسا عسكريا وحكموا عليه بالسجن المؤبد. وكان للحظ أنني صورته هو عايب في وقته، يعني مباشرة بعد توقيف القتال، وكان مسكين يمشي على رجل واحدة. حكمناه وداويناه وارتاح، ولا طار العش نتاعو وبدا يعرش علينا من فوق. هذا الصورة نتاعو موجودة عندي. على كل حال يمكن نعتها لكم فيما بعد. أنا صورته بنفسي لأن الدار هذيك سكناها احنا مباشرة بعد توقيف القتال، لقيته يحوس.